رسالة عاجلة إلى السفارة اليمنية الموجودة في أوروبا، والسفارة اليمنية الموجودة في روسيا، وإلى الأخوة السفارة العربية الموجودة في أوروبا وفي روسيا. 6 شباب يمنيين من يافع ذهبوا يتهربوا إلى أوروبا، ومسكوهم ما بين بيلاروسيا وما بين بولندا، وتم الاعتداء عليهم وضربهم وتكسيرهم، وقد توفى واحد منهم، باقي 5، والآن لهم 5 أيام في منطقة ما بين بولندا وما بين بيلاروسيا. انقذوا شبابنا، باقي 5 منهم لهم 5 أيام بدون أكل بدون شرب، ما يعلم بحالهم إلا الله. معهم رقم تلفون، هذا اللي ظاهر لكم، الرقم حق التلفون ما باقي فيه إلا 10%. صادروا كل تلفوناتهم، وهذا التلفون كان مخبى، الحمد لله ما لقيوه، ما عاد له 10%. الشباب أرسلوا المكان اللي هم فيه الخريطة، وبطرح لكم رقم أبوه، واحد من الأولاد، تواصلوا معه عشان يرسل لكم الموقع نفسه، بجاه الله وجاه محمد بن عبد الله، إلى السفارة اليمنية، إلى المجلس الرئاسي، إلى السفارات العربية. شبابنا لا يروحوا هباء منثورا، ولا يصبحوا عشاء للوحوش في الغابة. 6 شباب ذهب، واحد منهم توفى الله يرحمه ويغفر له من الجوع ومن البرد، وباقي 5. أسألكم بالذي لا إله إلا هو، من شاف هذا المقطع أن يرسله للسفارة العربية وللسفارة اليمنية في روسيا، والسفارة اليمنية الموجودة في أوروبا. هذا رقم أبو الوليد، تواصلوا معه يرسل لكم الموقع حق نفس المكان اللي هو فيه. قد ضربوهم، قد كسروهم بدون أكل بدون شرب، في منطقة يعني محظورة ما بين بولندا وما بين بيلاروسيا. أتمنى أن تنشروا هذا المقطع على أوسع نطاق، وأتمنى من المجلس الرئاسي ومن السفارة اليمنية أن يتحركن عاجل غير آجل. بقطع لكم الصور والتسجيل الصوتي حق الوليد وصورهم، وشوفوا حالتهم. لا تخلي المقطع هذا يرسل عندك، فقد تكون أنت سبب في إنقاذهم بإذن الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نداء إغاثة عاجل. الأخوة في قيادة المجلس الرئاسي للجمهورية اليمني، وعلى رأسهم الدكتور رشاد العليمي، والأخوة الأعضاء، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، ووزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نداء عاجل بحق إخواننا 6 من شباب اليمن عالقين ما بين الحدود البيلاروسية والحدود البولندية قرابة 6 أيام. حاليا هم يعني لا يملكون أي وسائل تواصل، لا يملكون ماء، لا يملكون غذاء، لا يملكون ملابس تقيهم من برودة الطقس والجليد في تلك الجغرافيا. بالإضافة إلى أنه تم الاعتداء عليهم من قبل الجيشين، وتعرضوا للكسور ولا يقوون على الحركة. وضعهم الصحي مأساوي، وضعهم الإنساني في حالة حرجة. نرجو التدخل، نرجو التدخل، نرجو التدخل. تواصلنا، حاولنا التواصل مع كذا منظمة، لكن ما في فائدة. فرجاء اللي بإيده أو مقدورة أنه يعمل لنا حل للشباب هذيلا بينقذ حياتهم، فجزاكم الله خير، ومتأملين فيكم الخير. إن شاء الله يا أبوي، إن شاء الله. شوف إحنا في موقعنا التلفون بيفصل في أي لحظة. الرشيدي قد فصل، الله يكون بعونه مسكين. العيال واحد يزمن من كلاءه أو اللي من رجله. المهم إحنا في موقعنا بنحافظ على أنفسنا لبكرة. الشحن باقي 10%. تمام، ما في حل نطلع من هنا إلا بيد الله، وهو إنه عن طريق السفارة أو شيء رسمي واتفاق إن إحنا نرجع على اليمن دايركت. غير كذا يا أبوي إحنا شفنا جربنا يعني كل الحلول، ما في حل في بالك لو جربنا يا أبوي.